الناس ديال الجاليه والناس ديال فرنسا خصوصا سمعوني مزيان. القانون الجديد اللي غادي يتطبق 77/19 اللي دارته المغرب اتفاقيه ما بينها وبين الاتحاد الاوروبي باش تسرب المعلومات كاملين ديال الجاليه اللي مقيمين هنايا في الخارج على حسب الاملاك ديالهم وشنو عندهم في المغرب. يعني الناس اللي كتشد المساعدات من لاكاف والناس اللي عندها اللي ساكنه في السكن الاجتماعي راه تيهمكم الامر بزاف الا كانوا عندك الاملاك في المغرب، حيت الا مشاو حتى يتسربوا المعلومات ديالك هنايا وعرفات لاكاف بينه اصلا الا فاش غادي تطبق هذا القانون راه غادي يوليو يعرفوا يعني شنو عندك في المغرب. فاش غادي يعرفوا راه غادي يوليو المحاسبه، يعني غادي يتحاسبوا معاك على داكشي اللي داكشي اللي عندك وداكشي اللي عندك لا هنا لا لهيه. ردوا البال الخوت بالنسبه اللي عنده الاملاك في المغرب يشوف شي حل، حيت راه الناس وقعوا في مشاكل والناس اصلا راه كتبيع رزقها. وقعوا في مشاكل بزاف بالنسبه للناس اللي اكتشفوهم بينوا عندهم الاملاك في المغرب اولا في اي بلاد، المهم فين ما كانوا راه كيتحاسبوا معاهم وراه تقدر تعوض يعني داكشي كامل غتولي تخلصه. يعني داكشي الا استقريتي هنايا كاع في الخارج راه تولي تخلص داكشي اللي عندك. بارطاجيو الفيديو الخوت، راه كاين اللي عارف وكاين اللي ما عارفش، راه بزاف ديال الناس راه ما عارفين هذا الشيء ومازالين تيشدوا في المساعدات ومازالين يعني ساكنين في السكن الاجتماعي. راه هذا الشيء ما غاديش يسلكهم مع هذا القانون الجديد. بارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده الخوت. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.